كده الواحد لما يجي يتكلم ويقول ان بلدنا دي بلد القانون وبلد العدل والعدالة يبقى عندنا حق. ويبقى الواحد ما بيطبلش، ما بيعرضش لحد، لا طرف ده ولا طرف ده، ولا بيطبل لده ولا بيطبل لده. اظن تدخل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده او امبارح بقى في قضية احمد رفعت، وفتح تحقيق شامل وإحالة أوراق القضية للنائب العام، ده خير دليل على إن إحنا بلدنا دي بلد العدل وبلد القانون. أظن كده جزء من حقك بيسترد يا أحمد. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب العالمين. أظن جزء من حقك ولو كان قليلا بيتم يعني إيه، يتم محاسبة ومعاقبة من كانوا لهم اليد العليا والمسؤولية فيما حدث لك. ربنا يا رب يرحم أحمد رفعت. وبتدخل النهاردة السيد أو امبارح السيد رئيس الجمهورية، أنا بقول بجد والله يعني شكرا. شكرا لأن فيه اهتمام، لأن بقول لكم إيه، انتوا اتعريتوا بجد، اتعريتوا كل الاوساخ وكل البلاوي وكل الناس الوسخه اللي في الكوره وكل القضايا اللي هي قضايا الفساد. يا جماعه، احمد رفعت ده مش هو الوحيد. قصه رمضان صبحي دي لازم يتاخد فيها موقف. قصه رمضان صبحي دي لازم تكون عبره. يا جدعان، يا جدعان، ده انتوا وقفتوا لاعب. على اساس ايه وعلى اي اساس بتوقفوا لعيب كوره وهو اصلا لا بيتعاطى منشطات ولا بيتعاطى مخدرات ولا بيتعاطى اي حاجه ولا ثبت في البول بتاعه اي حاجه اصلا؟ صباح ده انتوا المفروض لما بيجي حد عشان ياخد عينه من اي موظف في اي شركه، مش هقول لك لعيب كوره، بيدخلوا معاهم الحمامات. والموظفين يقولوا لي كده، بيدخلوا معاهم الحمامات. ما بالك دوت لعيب كوره يقول لك اصل العينه دي غير ادميه؟ غير ايه يا حبيبي؟ غير ايه يا نن عين روح امك؟ غير ادميه؟ اهلاوي، اه اهلاوي، بس ازعل قوي على اللي يحصل او على اللي حاصل مع رمضان. اتمنى بجد والله ان يتم معاقبة ومحاسبة اللي عملوا الموقف ده، واتمنى سرعة التحقيقات في قضية احمد رفعت اللي بقت قضية رأي عام يا سيادة الرئيس. واتمنى ان ما يكونش احالة الاوراق للنائب العام دي او ده خطوة لتهدئة الشارع القروي الرياضي في مصر بس، ولكن اتمنى تكون خطوة للإصلاح. خطوة للإصلاح. الفساد اجتاح الكورة المصرية. الفساد اجتاح الكورة المصرية. بهدلتوا الدنيا، بوظتوا بص، خدتوا فلوس قد ما خدتوا، صرفتوا قد ما صرفتوا. الكرة المصرية ولا حالها اتعدل ولا حالها اتحسن ولا اي حاجة من الكلام الحمصي البرنوسي اللي انا وانت فاهمينه ده. يجب ولازم من معاقبة اللي قاموا واللي كان ليهم السبب واللي كان ليهم ايد، سواء كان من قريب او من بعيد، بما حدث لأحمد رفعت وكمان رمضان صبحي وغيرهم من اللاعبين اللي بيتظلموا وغيرهم من الموظفين العاديين اللي بيتظلموا في لقمة عيشهم. انت لما توقف لاعب انت كده بتظلمه في لقمة عيشه. انت لما تدي تصريح غلط، لما تطلع تصريح بمعايشة من اول وزير الشباب والرياضة لحد اصغر موظف فيكي يا بلد، مفروض يتعاقب على ان هو شارك في الازمة بتاعت احمد رفعت. لجنة مكافحة المنشطات المفروض تتحاسب على اللي هم عملوه في رمضان صبحي. الكلام ده المفروض يعني ما يتسكتش عليه. حابب اشكر ابراهيم فايق شكر خاص. الراجل فضل ورا القضية لحد ما جاب قرارها. شكرا يا ابراهيم. انت من انظف واحسن وانقى الاعلاميين في مصر، اللي الواحد فعلا بيحب يسمع لهم على التلفزيون. بحسك يا ابني مننا. انا عندي يا ابني ايه بس، ده انا 28 وانت داخل على 40. بحسك يا هيما مننا. بحسك بتقول الكلام اللي احنا بنقوله
احنا كأي حد قاعد على القهوة، اي حد في الشارع، اي حد في اي حتة، بحس ان ابراهيم فايق ده هو لساني، هو لسانك، هو لساننا كلنا. فشكر خاص جدا لابراهيم فايق، الراجل المحترم الاعلامي النزيه اللي لا هو بيدور على سلطة ولا بيدور على جنيه زيادة ولا فلوس زيادة. ف فوق راسي يا هيما. في النهاية سيادة الرئيس، اتمنى التحقيق وإحالة القضية للنائب العام ما تكونش دي اخر خطوة. لا، ده احنا عايزين معاقبة ومحاسبة من كان لهم يد فيما حدث لأحمد رفعت وما حدث ويحدث مع رمضان صبحي.